بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم خياتي أمهاتي بناتي، كي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. بديت لكم الفيديو بهذه الأجواء الرائعة، أجواء ربيعية كما راكم تشوفوا، خارجة أو بيكنيك مع العائلة تاعي، عجوزتي، حماتاتي، العائلة تاعي كامل خرجنا مع بعض. لازم منين ذاك نخرجوا كيما هكا، ننساو همومنا، ننساو تعبنا، ننساو الضغط تاع النهار تاعنا. سوختو رانا في وقت الامتحانات، يليق منين ذاك تخرجوا الاولاد تاعكم بيريحوا من هذاك الضغط تاع الحفيظ وكامل. واذا بغيتوا نمد لكم المشروب السحري اللي نديره الاولاد تاعي باه يساعدهم على الحفظ، يساعدهم على باه ما ينساوش، يساعدهم في فتح الشهية، زيادة الوزن والطاقة لنهار كامل، ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليق. مفيد جدا لاصحاب البيم واصحاب الباك والسيزي. وجيتكم في الفيديو بروتين خفيف يومي، جبت لكم وصفتين، وصفة الدوارة مع وصفة مطلوع منفوخ هايل يا البنات، والدوارة على طريقتي كما راكم تشوفوا. اول حاجة بديت بها الدوارة، كي نقيتها غسلتها درتها في الماء والملح والخل، بعدها غليتها، درتها نص طياب فقط، ومن بعد درتها في المجمد. هذه الكمية 50 خياتي. طبعا راح ندير لكم فيديو على جدول الوجبات الاقتصادي، وكذلك المبلغ اللي خصاته للحوم، ناكل ونوفر ونقتصد بدون حرمان. ولازم مادام الاراده، بلا اراده ما كي راح تحقي والو. ماشي تجمعي يديك وتقولي فلانه دارت فلانه دارت وانتي راكي قاعده، لازم تديري وتطبقي. شوفوا هنايا خرجت شويه على موضوع الدواره تاعي، درت فيها بصل. المهم قليتها هي الاولى، الدواره كي باه تجيكم بنينه قلوها هي الاولى، قليتها. من بعد درت لها البصله ودرت لها الثوم، بعدها درت التوابل، درت عكري، فلفل اسود، زنجبيل، شويه توابل تاع راس الحانوت، وكذلك فتاته تاع الملح. ما نكثروش الملح البنات، باسكو الحاجه الملسوسه تقدو داوها، بصح كي تجيكم مالحه ما طيقي ديري لها والو. ايا ودرت لها فتاته تاع الماء كيما شفتوا. نغلق الكيكوطه تاعي ونخليها طيب لي، راح تدي لي مده ربع ساعه فقط. نروح للمطلوع تاعي. انا المطلوع تاعي هنا درته في الليل، ما درتهش في النهار. راكم تشوفوا الاضاءه راها مظلمه شويه. درت 2 كيلات تاع الفرينه، وزدت عليهم ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، وزدت عليهم ملعقه كبيره تاع السكر، وزدت عليهم ملعقه كبيره تاع الملح. الملح يبقى على حسب الذوق وعلى حسب النوعيه اللي تخدموا بها نتوما. ايوا نزيد لها ملعقه كبيره تاع الخل. هذا المطلوع راه بدون دلك، نديروه ديريه في وقفه. انا درت الدواره طيب، من بعد رحت المطلوع تاعي، من بعد جبت الماء يكون دافي. هنا الماء ما نقدرش نعطيكم مكيال يعني معين، باسكو كل واحده والفرينه اللي تستعملها. انا هذه الفرينه راها والله ماني عاقله الماركه تاعها البنات، باسكو كي جابها لي درتها فيه بدون بلحت عليها ديريكت. ايوا نخلطوا. هذه قلت لكم مطلوع بدون دلك، خفيف ريشه، دوك تشوفوه امامكم. يلا حباباتي، الى لحقتوا لهذه الدقيقه من الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، واللي مازال ما اشتركش في القناه تشترك، تفعل الجرس باه يلحقك كل جديد ينزل على القناه. ما تنساوش البنات التعاليق تاعكم، وما اروعها وما اجملها التعاليق اللي حطيتوهم لي في اخر فيديو. ربي يحفظكم وربي ينصركم وربي يعطيكم ما تتمنوا وينجحكم، اللهم امين يا رب العالمين. يلا ديروا اليد في اليد ونطلعوا القناه الالف مشترك، وراح ندير لكم مفاجاه شابه 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 راح تعجبكم. كما راكم تشوفوا، شوفوا لميت غير العجينه ودرتها تخمر لي، خليتها واحد 20 دقيقه برك. من بعد جيت ليها ودرت هذه العمليه، خبطتها بهذه الطريقه. ندير نكرر هذه العمليه كما هكا 2 مرات. الثالثه صاي نهبط لها الخمور ونقرص الخبزات تاعي. ويلا ما ننساوش دائما كي تكونوا تخدموا، دائما نذكركم بها ان شاء الله يا ربي. لي الاجر ولكم الاجر كي تذكروا بها غيركم. دائما تذكروا الله، تسبحوا، تكبروا، تحمدوا، وما تنسوش لا حول ولا قوه الا بالله، راهي كنز من كنوز تفريج الهم. يلا حبيبتي، استغفر الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم تقبل دعاءنا يا رب. هنايا درت قرصت الخبزات تاعي باه ما يكونش الفيديو طويل. من بعد ندير الخبزه تاعي في الطاجين. هذه المره استعملت لكم الطاجين تاع الطين، عفوا موالف نستعمل غير الطاجين تاع الحديد باه نطيب الخبزه تاعي بالخف بالخف.
ايا قلت نديرها في تاع الطين. كما راكم تشوفوا، شوفوا غير تشوفوا الخبزه تاعك نشفت، يعني نشفت من تحت. قلبوها ما تخلوهاش حتى تحمر لكم، باسكو اذا خليتوها حتى تحمر لكم رايحه لداخل تبقى لكم معجنه. تبقاو تقلبوا، تبقاو ديروا فيها من ومن، ترموا فيها من ومن هكا باه تنفخلكم. خطرات الكلمات يروحوا لي، يعني ما كلمات صاي. هنايا كما راكم تشوفوا الخبزه الثانيه هاي امامكم، ما خليتهاش حمارت لي سوا سوا. من بعد قلبتها وبقيت نقلب فيها هكا باه طيب لي من كامل الجوانب. شوفوا كيف راهي تتنفخ لي. راح نثقبها في الوسط هكا باه طيب لي كامل. يلا حبيباتي نكمل كامل الخبزات تاعي ونتلاقاو مع الوصفاتين تاعنا واجدين. الين حبيباتي عاودت وليت ليكم للوصفتين تاعنا، وصفه الدواره ووصفه تاع مطلوع منفوخ يجي خفيف هايل. يا البنات تجربوه ما كنتش رايحين تندموا عليه. كذلك الدواره جربوها بهذه الطريقه، واحد البنه. برك نوصيكم ما تكثروش الملح. قلت لكم الملح ما تقدروش تداووه، ماشي كيما الحاجه المسوسه. انا في الملح جاتني هذيك هي، وجات صدقوني والله ما شبعوها ولادي. ان شاء الله في الايام القادمه ندير لكم دواره على طريقه جوز كيف يديروها، باسكو هما ما يديروهاش مرقه، هما شغل يقلوها ويديروا لها واحد التوابل تجي هايله. شوفوا هنايا المطلوع تاعي جاني خفيف ريشه يا البنات، وكامل هذا الوصفات نتمنى انه نالوا اعجابكم. والى فيديو اخر وصفه اخرى نقول لكم بقاو على خير يا ناس الخير. ان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى وفيديو اخر. دمتم في رعاية الله وحفظه.